فيديو النهارده هقول لك على اهم 5 مهارات تتعلمهم في 2026، والمهارات دي هتفيدك جدا 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 وهتحتاجها في السنين الجايه. وكمان المهارات دي هتدخل لك ربح شهري اكتر من 5000 جنيه في الشهر، على حسب خبرتك وحسب تميزك وحسب انك هتعرف تجيب عملاء ولا لا، وشاطر في المهاره دي ولا لا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. بقى المهارة الأولى وهي إدارة صفحات السوشيال ميديا. بص يا صاحبي، المهارة دي أو الوظيفة ديت مهمة جدا. ليه مهمة؟ في الصفحات أو البراندات الكبيرة الناس أو أصحاب المشاريع دي ما بيبقاش عندهم وقت إنهم يردوا على الرسائل، فأنت بتبقى وظيفتك ترد على رسائل الناس. مثلا واحد فاتح براند على التيك توك، فاتح براند عادي بتاع هديات، تمام؟ الناس بتساله السعر، هل في توصيل ولا لا؟ طب هل انت فاتح محل ولا لا؟ بيسالوه اسئله. مين اللي بيرد على الاسئله دي؟ مش هو. لا مش هو. طب لو هو، عشان بيبقى عنده وقت. اما اكتر الناس ورواد الاعمال ما بيبقاش عندهم وقت. اصحاب المشاريع ما عندهمش وقت، اصحاب الكافيهات ما عندهمش وقت. ففي انت بتاخد بعضك وتعرض نفسك على الكافيهات والمطاعم اللي فاتحه جديد، تقول لهم انا هدلكوا الصفحه بتاعتكم، هدلكوا الصفحه بتاعتكم، ويبقى ليك ربح معين. الربح ده هم كسبوا، ما كسبوش انت هتاخد المرتب بتاعه. نيجي بقى على المهاره الثانيه وهي صناعه المحتوى. بص يا صاحبي، لا غنى عن صناعه المحتوى من اول 2013 انها اهم مهاره، بلاش اهم مهاره، اهم وظيفه في العمل الحر ممكن تشتغلها. لكن في حاجه يا صاحبي ناس كتير ما بيقولوهاش، وهي العمل الحر عامه متعب جدا زي الوظيفه، بس بيبقى في الفرق ايه؟ انك هتشتغل في وقت ما تحب. بس في حاجه، في بدايه عملك الحر انت هتبقى شغال عدد ساعات اكتر من واحد شغال عادي. يعني الموظف انت هتشتغل اضعافه في الشغل. فصناعه المحتوى اهم مهاره ممكن تدخل فيها وتدخل لك ربح شهري. وفي دعم بيبقى على اليوتيوب من الناس اللي بيتفرجوا عليك في المشاهدين، وممكن تعمل متابعه اونلاين زي ما انا عامل ويدخل لك منها فلوس. فالربح عامه من صناعه المحتوى ده ليه طرق عديده جدا وطرق كتيره جدا، على حسب بقى انت هتقدر ولا مش هتقدر، هتكمل ولا مش هتكمل. نيجي بقى على المهاره الثالثه وهي كتابه المحتوى. من اهم المهارات برضو وهي كتابه المحتوى. ولو عايز تفهم كل حاجه عن كتابه المحتوى وازاي تجيب شغل وازاي تتعلم المهاره وقنوات تتعلم منها المهاره ديت وازاي تكتب وازاي تبقى محترف في كتابه المحتوى، كل ده يا صديقي انا عامل لك فيديو على القناه يعلمك كتابه المحتوى من الصفر للاحتراف. نيجي بقى على المهاره الرابعه واللي قبل الاخيره وهي مونتاج الفيديو اديتور. بص يا صاحبي، كل شغلانتك انك هتبدع محتاج بس يبقى عندك تغذيه بصريه. مش محتاج حاجه غير التغذيه البصريه. هغذي بصري ازاي؟ على هو انا هاكل؟ لا انت مش هتاكل. التغذيه البصريه انك هتشوف فيديوهات وهتشوف مقاطع وهتجيب المقاطع دي تقصقصها وتشتغل عليها. يعني انت مثلا متابع قناه استكشاف المال، هتجيب فيديوهات لقناه استكشاف المال وتقصقصها وتمنتجها وتبدا تمنتج الفيديوهات دي، وهتقوم داخل له مثلا تقول له انا عملت بورتفوليو كويس لحضرتك وممكن اشتغل مع حضرتك والشغل بتاعه هو، وتعرض له الشغل. طب انا علاء ما اعرفش اعمل بورتفوليو، انا عامل لك حلقه كامله عن المونتاج على القناه، ادخل اتفرج عليها، هتعلمك المونتاج من الصفر للاحتراف وازاي توصل للعملاء وازاي تجيب فلوس. وبرضه عامل لك سلسله او كورس العمل الحر مجاني تماما على القناه، هسيب لك لينك قائمه التشغيل في اول. نيجي بقى على المهاره الخامسه والاخيره وهي التصميم، الجرافيك ديزاين عامه، وهو انك بتبدع في الصوره، بتعمل بقى بوسترات او صور مصغره او ملصقات. انت عامه بتبقى شغال مصمم، بس الجرافيك ديزاين عامه ليه كذا فرع. طب انا يا علي عايز اتعلم التصميم وازاي اجيب منه فلوس، وعايز قناه تعلمني التصميم وفيديوهات تعلمني التصميم، انا اعمل لك فيديو على القناه هيعلمك التصميم من الصفر للاحتراف. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في المطابعه اونلاين، هتكون على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. تكون سعر رمز جدا، اقل من نص دولار ب25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، هتطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.